أعزائي المشاهدين الأكارم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فقرة ضيف منتداكم منتدى عدن. كلنا اليوم في حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم كلنا ضيوفه، كلنا مدده ومده وامتداده، قولا وفعلا، صوتا وحتى همسا. كلنا رحمته وكلنا عزته وكلنا عنفوانه. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. وعن التعبير في ذلك بالصوت والهمس والمعنى دعونا نرحب بضيفي وضيفكم ضيف منتدى عدن، المنشد الرائع عبد الوهاب الجلال. أهلا وسهلا بك. حياكم الله أستاذ الكريم، ونتشرف أن نكون في هذه القناة، قناة عدن، في هذا البرنامج. نعم. أهلا وسهلا. ونحن في مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحتفي بأحد من أهم أبرز المنشدين في المشهد الإنشادي اليمني، الأخ عبد الوهاب الجلال. نريد أنا ومتابعيك ومحبيك الأكارم في كل مكان أن نعرف ما هو السطر الجديد الإبداعي للأخ عبد الوهاب الجلال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بالنسبة للسطر الإبداعي أو الهدف اللي نطمح إليه في هذه الأيام وفي هذه الفترة أن نصل إليه، عبد الوهاب الجلال اليوم يطمح إلى أن يشتغل أعمال وتكون عالمية على المستوى العالمي، تخرج من الإطار اللي احنا فيه، نواكب قليلا الأعمال الفنية الكبيرة والراقية، ونوصل هذه الرسالة، ونوصل بالنسبة للمناسبة المولد النبوي نوصل محبتنا وعشقنا إلى على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي. كذلك نوصل حتى موروثنا ونوصل هويتنا إلى على مستوى الخارج. جميل. عبد الوهاب، صوتك مميز عن كثير من الأصوات الموجودة في الساحة في مشهدنا الإنشادي. قد يقول مثلا قائل عبد الوهاب الجلال رغم أن لديه صوت مميز لكنه لم يحظى بالفرصة التي تناسبه تماما. ما رأيك في مثل هذا القول؟ أتفق معك. مش عبد الوهاب الجلال فقط، كثير من الأصوات كثير من الأصوات الرائعة والمميزة لم تلقى يعني هذا الفرص المناسبة لها ولم تنصف. يعني قد يكون بسبب الجو أو بسبب أن اليوم الناس يميلون إلى الجانب الزوامل أو الجانب الشعبية حتى على المستوى الفني بشكل عام، على مستوى الأغاني الهابطة. يعني الذائقة العامة مع بشكل الذائقة الرائعة لدى الجمهور. لاحظ أنهم بيميلوا وراء الأعمال الشعبية وكذا، حتى لو لم تكن هادفة، حتى لو يكون الشعر هكذا. صحيح. الناس بينما هناك أعمال رائعة وهناك أصوات جميلة لا تحتوى، لا يقدم لها أعمال راقية بمستواها، لا يقدموا للجمهور، وهذا وكثير من الأصوات يعني. وكما تفضلت أنت، عبد الوهاب واحد منهم. جميل جدا. طبعا عبد الوهاب، أنت متخصص في الإعلام وخريج إعلام، إلى جانب أنك لديك بعض الأعمال من إخراجك، وإلى جانب أنك ملحن. أنت متعدد المواهب، لكن كأن صوتك هو الصوت التعبيري الأقوى الذي من خلاله تقول عبد الوهاب الجلال ها هو يعبر. فأكيد أن المتلقين ومتابعيك الأكارم يريدون أن يسمعون أي شوق بصوتك الجميل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في أيام مولده المبارك. اللهم صل على محمد وعلى آله. نسمعكم عمل زاد شوقي، ومقطوعة منه أو جزء منه. هذا العمل إن شاء الله بيخرج في المولد النبوي، ونحن هذه الأيام في أيام نبويات. يعني اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله. زاد شوقي وهيامي، فاض ودي والحنين للذي قد جاء فينا رحمة نورا مبين. ذروة الأشواق فينا
في شيوخ وبنين تحتوينا ربي إنا قد تولينا الأمين. إنني في حب طه خافقي أضحى سجين، فهوى الهادي يزكي النفس من غي السنين. ذكره مشكاة تهدي في قلوب الذاكرين، بالنبي والآل يجلى الهم والحزن يلين. إنني في حب طه خافقي أضحى سجين، أذكر الهادي وآل البيت ذكرا كل حين كل حين. الله الله الله، صح لسانك عبد الوهاب الجلال على هذا الصوت الرائع في ذكرى رائعة يجب أن نحتفي بها جميعا بكل ما أوتينا من قوة وبكل جوارحنا. أخي عبد الوهاب الجلال، وأنت فائز في المهرجان الرسول الأعظم في الدورة السابعة وحققت المركز الأول، ما هو هذا الشعور الجميل وأنت تسمع اسمك عاليا في هذا المهرجان الرائع جدا؟ نعم، يعني وأقول لك أنها أجمل لحظات حياتي كانت في مهرجان الرسول الأعظم في الدورة السابعة، لأنني سامع أقول لك شاركت في مهرجان الرسول الأعظم وكان ظروفي صعبة جدا. عرسي بعد المهرجان يمكن بأسبوعين أو أسبوع هكذا، واشتي أشارك واشتي أشتغل أنا وخبرتي فرقة الإمام زيد هذيك الأيام عمل المولد النبوي. فكنت يعني أقول يا الله أنا متوكل عليك وأنا دري إن عاد يصير حتى العرس فلت. اهتميت أكثر شيء بمهرجان الرسول الأعظم بالأمانة، أنها كانت مناسبة أو أفعالي يعني جدا ضخمة وجدا أنا متشوق إني أشارك فيها، لأني قد شاركت من قبل في كورال وحتى شاركت من قبل كنت صغير يعني. فشاركت وهذه السنة كان هناك متنافسين يعني كارثين، يعني أصوات من حديدة من دمار من من كذا، والحمد لله كانت منافسة يعني جدا قوية. وقلت لك عرسي كان بعد بأسبوع وتوفقت أني فزت بالمركز الأول، لله الحمد والشكر. حتى عندما طلعت لبست اللبس التراثي الرسمي جميل. نعم، لبس العرس جميل. قلت الشيء تكون فرحتين. نعم نعم. فرحة بفوزي بمهرجان الرسول الأعظم وفرحة بإكمال الستين. نعم بعرسي بعد بأسبوع، والحمد لله حتى قلت لك أجواء خيالي وقعت. كملت فزت يعني كرموني كذا في الهواء الطلق، وتفاجأ بالخبرة كلهم المزوملين والمنشدين والفنانين والممثلين وكذا، وزفة جميل بعد زفة وعرس يعني عرس يعني مكتمل. والله إن أوقع لي هذاك اليوم بالنسبة لي إنها أفضل من عرسي. نعم، هذا الطاقة الإيجابية في مثل هذا المهرجان المقدس، بتكون في هناك طاقة إيجابية غير عادية من جميع سواء المنظمين أو المشاركين أو حتى الحاضرين المحبين لهذا المهرجان الجميل الذي كان تدشينه رائعا واستمراريته سعيدة للجميع. طيب الآن ما الذي هل ممكن نسمع سيد الإنسانية في هذه الأيام الرائعة أو الذي تراه أقرب إلى روحك وإلى وجدانك؟ بنشد لكم تراث أو تشتوى أو تراث وليد الهدى. نعم تفضل. كلمات أحمد شوقي والألحان ألحان تراثية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان
تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا بالترجمان، شذية غناء. أحسنت، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا أنت رئيس مؤسسة فرقة الإمام زيد، تاريخ هذه المؤسسة، إنتاجاتها الفرقة، تاريخها، إنتاجاتها، أبرز أعمالها. بدأت معي قرب في 2014 يعني قبل العدوان، وعد كنت حتى صغير يعني، والحمد لله اشتغلنا أعمال كثيرة أنا وبقية الزملاء. اشتغلنا أول كليب دوما على الدوامي، وكذلك كان معنا أشبال محمد، واشتغلنا بعدها أوبريتات، أوبريت نبي الإنسانية من كلمات الأستاذ عبد الحي الخزن والأستاذ نشوان الغولي ومن الأستاذ المنشد عبد الرحمن العمري، والحمد لله يعني لحنت له قصيدة آيات إخلاص كلام تكتبي جئت أحليها بحب النبي من كلمات الأستاذ عبد الرحمن العمري. كذلك من الألحان الأستاذ عبد العظيم عز الدين، كذلك سيد الدنيا، أبريت النبي اليماني. يعني كثير من الأعمال الحمد لله اشتغلناها على يعني نطاق واسع في مناسبات كثيرة، مناسبات الشهداء، مناسبات عسكرية، يعني كثير الحمد لله. الشيء الذي يثلج الصدر أنه يرى أنك في حركة دائمة من الإنتاج وكأنها لا تتوقف. هذا الشيء الذي يثلج الصدر، والذي نتمنى أن يحتذي بحظو كثير من الشباب للأسف الشديد الذي لديهم مواهب لكنهم أوقفوا أنفسهم بأنفسهم تحت مبررات، يعني ما فيش داعي. صحيح. يا سيدي لو نسمع المبررات نصدقها يعلم الله، يعني ما تسمع انشوده ولا تسمع عمل. صحيح. لكن هذا الأعمال اللي سميتها لك لو أقول لك إنها كلها بمجهود خاص، مجهود مني وبقية الزملاء. صحيح. وتعاون، يعني ليس هناك لا رعاة ولا مؤسسات ولا صحيح. إنتاج كذا. نعم. يعني الطموح وإصرار كذلك. صحيح. طموح وإصرار. حبك وعشقك أيضا، نعم. إيمانك بصوتك وبحسك وبرسالتك هو الذي بيكون أكثر دافع. الحمد لله. لو سألنا سؤال كذا خفيف، أين يجد نفسه عبد الوهاب الجلال؟ خلف الهيتفون الإذاعة، أم في الإخراج، أم في التلحين، أم في التعبير بالصوت؟ والله أكثر شيء أجد نفسي في الجانب الإنشادي، رغم أنه لم تتاح لنا إلى حد الآن الفرص الكافية والفرص الكبيرة التي تبين أو تظهر الذي نشتهي احنا يعني من أعمال وكذا، لكن أرى نفسي أكثر شيء في الجانب الإنشادي كونه واسع. صحيح. إلى الجانب الإعلامي أنا كنت في الإخراج وكنت مخرج في الكواليس، يعني في الجانب الإذاعي، وحبتني أظهر يعني أكون مذيع. صوتك ألزم عليك أنه يجب أن يظهر. نعم. أن لا يظل خلف الكواليس. كذلك الداخل يقول لا متى أجلس خلف المدى لا أكون قدام. صحيح. لا الآن أنت أصبحت في مقام رائع يحملك المسؤولية على أنك تعطي أكثر وأكثر. إن شاء الله الجديد سيكون أكثر وأكثر، ونريد أنا والمتلقين كأن يسمعهم يقولون يريدون أن يسمعون موالا
عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذكرى مولده الشريف. أي موال يكون أقرب إلى قلب عبد الوهاب الجلال فليحلق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السنة الأولى اشتغلت عمل يا هادي الأنام. تمام، والحمد لله كان عمل رائع. كذلك كان في حتى يعني موال وأنا ننشده الذي شاركت به أم غيره في المهرجان؟ اشتغلت لمهرجان رسول الله الأعظم بإنتاجهم طبعا. ممتاز. نعم. إيه يا هادي الأنام يا رفيع المقام، عليك الصلاة وعليك السلام. يا هادي الأنام يا رفيع المقام، عليك الصلاة وعليك السلام. يا كريم الخصال أنت مولى الكمال، فيك قلبي يذوب يا حبيب القلوب. يا رسول الله يا حبيب الله. الله عليك أخي عبد الوهاب الجلال على هذا الحس وعلى حضورك الروحي الجميل. بقي في فقرة ضيف منتدى عدن، وخاصة والوقت يزاحمنا، أن تحدثنا عن موقف معين. إن كنت لا تؤمن بالخدش فحدثنا عن ما هو هذا الموقف الذي ذات يوم كنت تتهرب منه لأنه آلمك جدا، لكن الآن باستطاعتك أن تواجه هذا الخدش أو هذا الموقف وتقول له شكرا أيها الخدش أو أيها الموقف السلبي الذي صنعتني حتى أعبر بهذا الصوت الذي سيملأ الآفاق. وانا قلت لك يعني لا احب ان يكون اسمه خدش. نعم. لكن موقف قواك، موقف صنع منك شيء. صحيح. مرة صرت انا يعني الحمد لله اني كنت انا موهبه منذ الصغر. الحمد لله. يعني كنت موهبه منذ الصغر في الانشاد وفي القران الكريم. فصرت مرة مع يعني احد الاشخاص الى عند الاستاذ عبد العظيم عز الدين وانا صغير، يعني اتمنى الى قد بسرته. يعني احنا بنسرهم في الشاشات وكذا بنشوف حاجه كبيره. صحيح. وقلت لك عندي حب وطموح غير طبيعي للجنب الانشادي، الشيء انشد والشيء اقدم. فصرت معه وبيقعد هذا الشخص بيقول له قال معنا الاخ الولد الشاب عبد الوهاب الجلال من الاصوات الجميله وكذا. وانا قلت له يا استاذ انا قد نشأت وانتم بتسمعوني وكذا. قال لي الله صوتك جميل وكذا، لكن يعني احنا يعلم الله ما بش عندنا اشبال ولا في الفرقه عندنا اشبال وكذا، ما اقدرش اقول لك اي حاجه صدق. وانا كنت معولني اول ما ادخل عنده يعني ويسمع صوتي او يعرفني قد عارف لي من قبل بصوتي يقول خلاص يلا. قال لي ما نقدرش نفعل لك شيء كذا، لكن انت يعني حاول تفعل لك فرقه وتنتج لك اعمال وكذا، او بيجي وقت يعني وندورك احنا هكذا. تمام. خرجت وعيوني بدمعين. الله المستعان. انا جاهل. خرجت وعيوني يعني اقول لك بدمعين، ما بلا بيجابرني وانا بنمسك الدموع مسك بينها زرين ولا بينها زرين هج ولا عينك عين. واقول لك ان هذا الموقف انه جالي تصميم، يعني اني صممت اني لابد ما اشتغل، لابد ما اعمل. والحمد لله يعلم الله ما وفينا سنه. واحنا بنشتغل اعمال، اشتغلت اعمال وكذا، هذا اللي بدومنا على الدوامي الا بيتواصلوا معنا. قالوا عبد العظيم كان ماسك المهرجان رسول الأعظم هو هذاك الايام. نعم. قالوا استاذ عبد العظيم يشتيكم، جو اتصلنا جو سابقوا في المهرجان وتشاركوا معنا. اقول لك هكذا طوالي حمدت الله، يعني رفعت راسي. جميل. يا الله انت اللي بترفع الناس انت. فهذا الموقف رغم اني خرجت وانا قاعد ابكي،
مقهور جدا يعني، ما توقعت ان هذا يكون الرد، لكن قلت له، قلت يا استاذ عبد العظيم يعلم الله ان الموقف هذا وكلامك انه قواني اليوم، واليوم ما انا فيه لا يعني بفضل الله وبسبب كسحتني، لكن الكسحه بعد دافع لي. صح. إذا تحياتنا لك أخي المنشد الرائع عبد الوهاب الجلال، وتحياتنا أيضا للمنشد الرائع الأستاذ عبد العظيم عز الدين والأستاذ أسامة الأمير والأستاذ عبد السلام القحوم، تحياتنا الكبيرة لهم. إذا الأساتذة والمنشدين. شرفنا هذا اللقاء أخي عبد الوهاب الجلال. ما هو السؤال الذي كنت تنتظره من محفوظ حزام أن يسألك ولم يسألك قبل أن تقول كلمتك الأخيرة في هذه الدقائق؟ أظن أنه هو لقاء وخفيف وجميل الصدق يعني، وأدرجنا في الكلام. والسؤال يعني ماذا تحلم أن تقدم، أو ما هي الأعمال التي تريد أن تقدمها الآن، وكيف تريد أن تقدم يعني وإلى جانب الصعوبات، لكن ما بش داعي يعني خلاص يكفي. نحن نعيش طبعا ذكرى النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، ونعيش فرحته وآماله، وأنت ما شاء الله عليك قدمت كثير من الأشكالات. بالنسبة لي قليل جدا. بالنسبة لما أريد ولما أنوي ولما أطمح قليل جدا، وهذا هو الدافع الذي سيجعلك إن شاء الله تصل. عموما شرفنا هذا اللقاء، شكرا لك منشدنا الرائع عبد الوهاب الجلال. وبهذا أعزائي المشاهدين الأكارم وصلنا لختام فقرة ضيف منتداكم منتدى عدن. وقبل أن نعود إلى ما تبقى لزميلاتي من عبة لختام منتدى عدن، انتظرونا في حلقة جديدة مع إبداع جديد وصدور جدا أنيقة وضيف جديد. وإلى ذلكم الحين لكم منا أجمل وأرقى الأمنيات. إلى اللقاء.